تعالى بقى النهارده اقول لك ازاي تصلي صلواتك كلها في ميعادها ان شاء الله على طول في 5 دقايق. ماشي، بس قبل ما نبدأ، انا حسين ولد الطحاوي، ويا رب تستفاد من الفيديو ده واسمعني، مش هتخسر حاجة. مبدئيا الصلاة انت لازم تصلح ده الاول عشان تعرف تصلي كويس وتعرف تصلي في ميعادك، كل حاجة ماشي. فأول حاجة تعملها تحط هنا بقى إن أنت المفروض، معلش يعني هو السؤال غلط أنا عارف، بس هل صاحبك أهم من ربنا؟ أكيد لأ، مليون في المية لأ. لو العالم كله اجتمع إنه لأ، مش عارف أنا كان قصدي إيه، بس اللي هو مفيش الكلام ده ما يخشش عقل واحد كافر حتى، فاهم؟ اللي هو يبقى بالنسبة له النار أهم من صاحبه، يعني مش كافر. ما علينا، ولا حتى أنا مش عارف. فأنت مش عايز اقول تفاح، مش عايز اقول تفاح، فحضرتك لو ما بتقدرش تنزل او بتكسل تنزل او حاجه، حط الكلام ده في دماغك. اللي هو افرض انا لو صاحبي كلمني دلوقتي مش هنزل له، مش لو صاحبي في دقيقه اروح له ومش عارف ايه، طب ده ربنا بقى يعني، خلي عندي دم بقى وانزل اصلي ماشي. المفروض بقى ساعتها تنزل. انت لو ما نزلتش يبقى انت المشكله فيك بقى بصراحه. وبعدين انت بتقول صاحبي لو كلمني انزل له، تخيل ده ربنا. انا ما بقارنش، عايزك تفكر في حاجة تدخلنا النار ماشي. انا بقول لك فاهم ولا مش فاهم؟ عايزين نخش النار، استغفر الله العظيم يا رب. كذلك في صلاة الفجر، انت يا عم مش قادر وتعبان ومش عارف ايه، صلاته خيرا من النوم ده اساسا ماشي. فانت لو النص ساعة بتاعت الصلاة دي هتستفاد ب10% مثلا نوم، لا انت الصلاة هتفيدك اضعاف الاضعاف ماشي. برضو دي مش مقارنة. ويا جماعة ما حدش يحلل الفيديو انه ده قال حرف الب قبل الكاف فده مش عارف ايه. انا بتكلم بشكل عام قوي ماشي، بحاول اوصل لك الفكرة، وفي نفس الوقت انا زيك برضو ايه، بغلط وبتعلم وبجرب وبشوف طريقة ان انا احسن من نفسي واصلح من نفسي. والطريقة اللي بتنفع بقى بعديها باجي اقول لك حصل كذا 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 وانت عامل كذا كذا كذا، عشان أنا لما عملت كذا 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 نفع معاه وحصل كذا كذا كذا. في الاول وفي الاخر دي رسالة انا عايز اوصلها، ان انا ابقى شخص قدوة ان شاء الله. فبحاول على قد ما اقدر، زي ما يبقى في حاجات حلوة يبقى في حاجات وحشة. مش قصدي كده، قصدي ان زي ما في اوقات كويسة يبقى في اوقات مش كويسة برضه، مش كده لا. اللي انا قصدي عليه ان زي ما بعرض ان انا كويس، بعرض ان انا وحش برضه. ما مش جاية. زي مثلا حوار الشغل ده، انا طلعت قلت لك الدنيا بايظة معايا ومفيش شغل ومش عارف ايه، رجعت برضه قلت لك الدنيا بقت مية مية ولقيت شغل واعمل كذا عشان يجيلك شغل. فهمت الفكرة اللي انا قصدي عليها وان انا بحاول اوصلها؟ ده كونسبت كله بتاع القناة، اللي هو انا بني ادم عادي، مش هطلع اعرض لك الوحش بس ولا هطلع اعرض لك الحلو بس. كده دخلت على فيديو تاني. لو بقى ما ينفعش معاك حوار صحابك وانت مالكش صحاب وانت راجل هابي، دول كبر دماغك منهم. حاول تمثل الكلام ده على حبيبتك مثلا. لو انت شخص مرتبط او هترتبط، ف حبيبتي بتكلمني الفجر مش عارف ايه، فاصحى اشوف هي عايزه ايه. صوتك عالي ليه؟ ها، بمناسبة الديك، في نكتة بتقول لك كتكوت جوز أمه اتحبس، فراح لهم الاسم قال لهم طلعوا ديك أمي. ما علينا، نرجع تاني لموضوعنا. أنت بقى لو حبيبتك ولا صاحبتك ولا اللي مرتبط بيها كلمتك على الفجر، صحتك مش عارف إيه، في حوار في موضوع مش جاي لها نوم لسبب ما، هتصحى وتكلمها ولا هتنفض لها وتنام ولا هتعمل إيه؟ أكيد هتصحى تشوف. إلا لو أنت بقى راجل لا بصراحة مش عارف، يلا بقى اقفل. ايه يا اسطى، انت في ايه يا اسطى؟ فين دخلتك يا اسطى؟ معلش، برضو هرجع تاني واقول لك انا بمثل لك الكلام ده باصحابك، بحبيبتك، بابوك وامك مثلا. لو انت عامل لهم اعتبار قبل اصحابك وحبيبتك والكلام التافه ده، برضو مهما كان مين وهم بيعملوا ايه ولازمتهم ايه في حياتك، فده ربنا. اي حد مش هنا، لا هو هنا ماشي، وده ربنا. فاهم الفكرة ولا مش واصله لك لسه؟ يا رب تكون وصلت بالطريقة اللي انا محتاج اوصلها، عشان ما تتحسبش عليا غلط، مع اني عايز اعمل خير فيك واعرفك ازاي تصلي الصلوات في ميعادها. الفيديو الجاي بقى اقول لك ازاي تظبط يومك على نومك عشان تصحى تصلي الفجر، ظبط الدنيا بتاعتك كلها ان شاء الله. فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتستنى بقى الفيديو الجاي.
اللي اقول لك فيه don't know when I uploading a new video but سيبها على الله، واشوفك في الفيديو الجاي، وباي.